مراد موجود مراد؟ اي نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بشار الأسد مثل علي بن أبي طالب. لا، الحلوف الأسد مثلكم أنتم تماما. عرفنا من الحلوف الأسد. انت دمرناه يا صديق. تفضل تفضل. ايش عندك بعد هزيمة صفين الثانية؟ خلاص خرجنا من الحلوف الأسد، انتهينا منه. لا أسألك أنا، ما عندكم شيء ثاني بعد صفين الثاني، بعد هزيمتكم في صفين الثاني؟ أي نعم، أحسنت، هذا سؤال جميل جدا، أحسنت. عندنا شيء واحد ووحيد تحديناكم به يا خوارج العصر. قلنا لكم لماذا زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي بعلي زوجا له. تفضلوا جاوبونا على هذا السؤال فقط الذي دعسكم ودعس مؤخراتكم الكبيرة. تفضلوا. اسمعني، إذا بتسي أنا سأجيبك بعدين، سأسي مثل ما أسألت. لا أنا سأسي لك بعد ما أجيب. لا عادي، أنا تسيء إلي عادي، لكن الإساءة لعلي الصحابي الصديق ابن الصديق لا أدعسك تحت رجلي، تحت نعالي أضعك. تفضل. هاي صاروا ثنتين، راح أصيرك مرتين. لا اسمح لي، أول شيء الله تعالى والله الكلب ما سوى الذي يسب صحابة النبي هو الكلب. نحن أهل الوسط، أهل الاعتدال، السنة، ما نسب ولا واحد، كلهم عدول. تفضل. الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب. ما سألتك عن الغيب يا رجل، أنت شيعي بهيم مثل الشيعة. ما سألتك عن الغيب، سألتك ليش زوجوا، ليش رضي أنه زوجوا. ما هي إجابة هذه؟ هذا هروب من الإجابة. لا يعلم الغيب، هذا أكيد، هذا نحن أهل السنة نقول به يا رجل. أي نعم، النبي لا يعلم الغيب، لكن النبي قال من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هل رضي النبي دينه وخلق علي؟ تفضل جاوب. هذا حديث اسمعني، هذا حديث نص ظني، أما أنا أقول لك كلام الله تعالى. إذا أنك لا تؤمن بكلام الله تعالى، لا النبي لا يعلم الغيب، لا تدخل الغيب في هذه المسألة. أنا أعرف أن النبي لا يعلم الغيب لأنه لا يجيب في السؤال مباشرة، يهرب من السؤال. ما سألتك عن الغيب يا رجل. إذا ما عجبك كلام الله تعالى، لا حاشا لله، نحن أهل القرآن، أنتم الخوارج الذين لا تؤمنون بالقرآن. إذا أنك مرة ثانية أقول علي، شوف كيف أنت بوال بس. قل لي أنك بوال بس، يعني ما عندك علمية، بس بوال. صاحب مؤخرة كبيرة، يعني ما أخطأت أنا، يعني عندك مؤخرة كبيرة. أي نعم. الآن عود إلى الحوار، يلا يا صاحب المؤخرة الكبيرة. لماذا رضي النبي وزوج علي بابنته فاطمة؟ يلا تفضل. الآن أنت وسخ زيك. أنت أحطك تحت نعالي وأذبحك، مش بالسكين، بالمنشار يا كلب، زيك أنت والكلاب هذول.